خطير. عائلات مغربية تتعرض للنصب والاحتيال باسم الدعم الاجتماعي بطرق احترافية بعد قضية إسكوبار الصحراء. منتخبون يضعون أيديهم على قلوبهم تحسبا لتقارير سوداء قد تزج بهم في السجن. هذه حقيقة استقالة وهبي من البام بسبب ملف إسكوبار بعد ثبوت تهم الفساد في حقهما. المحكمة الدستورية تجرد التقدم. الزايدي والاتحادي البوصيري من عضوية مجلس النواب. وليمة عزاء قطة ابن نائبة عمدة مدينة سالة بطقوس مغربية وحضور الأئمة يثير جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي. تفاصيل كل هذه العناوين تشاهدونها في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. مجموعة من الأشخاص بنيات سيئة يستغلون حاليا موضوع الدعم الاجتماعي المالي المباشر الذي أطلقته الحكومة المغربية لفائدة الطبقة الفقيرة والهشة للنصب على هذه الفئة. كيف تتم عملية النصب؟ يتصل بك شخص مجهول لا تعرف عنه شيئا، ثم يقول لك: أنا من طرف الجهة المسؤولة عن الدعم الاجتماعي، ثم بعد ذلك يبدأ باستدراج لك شيئا فشيئا، يخبرك أنك ستستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، ويقول لك المتحدث بأنه إذا أردت أن تتوصل بهذا الدعم يجب عليك أن ترسل له رقم بطاقتك البنكية الشخصية، وأحيانا يلح عليك أن ترسل له أيضا أرقام بطائق بنكية أخرى لأشخاص تعرفهم، ربما قد يكون أحد أفراد عائلتك أو جيرانك أو أصدقائك، ثم بمجرد الحصول على هذه الأرقام البنكية ينهي مكالمته معك بلطف ثم يختفي. يقوم بغلق هاتفه أو بإتلاف البطاقة الهاتفية حتى لا تستطيع الاتصال به مجددا، ثم يقوم بعد ذلك بالدخول إلى حسابك البنكي من خلال الرقم الحسابي السري الذي حصل عليه عن طريقك، مستخدما حيلة من الحيل، ويستولي على تلك الأموال الموجودة في حسابك البنكي سواء كانت قليلة أو كثيرا. ولأن النصاب يعلم مسبقا أنه قد يجد بعض الحسابات البنكية فارغة، لأن هذا هو حال معظم أفراد الطبقة الفقيرة، يطلب منك بطائق بنكية أخرى لأشخاص آخرين أيضا. هذا ما حدث بالضبط لامرأة أرملة مغربية من مدينة سيدي قاسم خلال الأسبوع الماضي بالضبط. يوم الجمعة 29 من دجنبر 2023 اتصل بالسيدة شخص لا تعرفه وأخبرها أنها ضمن لائحة المستفيدين من الدعم الاجتماعي، وأن عليها الآن أن ترسل له الرقم السري بطاقتها البنكية بعدما أخبرته بأنها لا تمتلك أي بطاقة بنكية. طلب منها أن ترسل له الأرقام السرية البنكية لأشخاص آخرين، فقامت بذلك، ثم أغلق عليها الهاتف وذهب وبحوزته عدة أرقام سرية بنكية لصديقاتها وجيران الضحية. تلك الحسابات كانت تحتوي على أموال مهمة بالنسبة لهذه الفئة الهشة تفوق 10,000 درهم، قام أصحابها بإدخالها بمشقة الأنفس. استطاع النصاب أن يخترق كل تلك الحسابات البنكية وسرق منها ما استطاع. بعد ذهاب الضحايا يوم الثلاثاء 2 من يناير 2024 إلى الوكالات البنكية لتفقد حسابهم هنا، كانت الصدمة سرقت منه 4,000 درهم في انتظار أن يؤكد باقي الضحايا المبلغ الذي سرق منهم أيضا. الآن الضحية المتضررة كثيرا هي السيدة الأرملة التي توجد بين نارين، نار الشمس، بالإضافة إلى أنها لا تستطيع تعويض الضحايا. كل الضحايا الآن يطالبون بتدخل عاجل وفوري للسلطات والأجهزة الأمنية الوطنية لفك لغز هذه الشبكة الخطيرة والإطاحة بها، كما يطالبون كذلك بتعويض ما سرق منهم. لنا كل الثقة في السلطات الأمنية الوطنية لتوقيف هذه الشبكة الخطيرة التي تستغل هذه المبادرة الملكية المتعلقة بالدعم الاجتماعي المباشر للنصب على الطبقة الفقيرة والهشة التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم. يقول أحد الضحايا: ينبغي توقيف هذه الشبكة الخطيرة ومعاقبتها بأشد العقوبات حتى يكون ذلك عبرة لمن سولت له نفسه القيام بذلك، وحتى لا يفسدون فرحة المواطنين والمواطنات بهذا الدعم الاجتماعي المباشر. لا شك أن المتابع للشأن السياسي بالمغرب سيلاحظ حجم الثراء الفاحش الذي أصبح عليه عدد مهم من المنتخبين عبر ربوع المملكة في زمن قياسي، الأمر الذي قوبل بمطالب ودعوات عدة من أجل التحقيق معهم تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وارتباطا بالموضوع، يترقب الرأي العام الوطني إحالة ملفات خطيرة على أنظار القضاء المغربي من أجل البت في خروقات وتجاوزات عديدة رصدتها تقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات، حيث نوه نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحملة التطهير الواسعة التي لاحقت رؤوس الفساد ببلادنا، مؤكدين أن من شأن هذه العملية
أن تساهم في تخليق المشهد السياسي وتعيد الثقة للمواطن وتصب صالحه مع مؤسسته العمومية. في ذات السياق، تشير ذات المعطيات إلى أن لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية تستعد بدورها لإحالة ملفات سوداء على أنظار النيابة العامة في أفق التحقيق مع منتخبين بارزين بعدد من الجماعات ومجالس العمالات والجهات على خلفيات تجاوزات بالجملة تتعلق بمجال تدبيرهم للشأن العام، الأمر الذي ينذر بسقوط أسماء وازنة في مجال السياسة متورطة في ملفات فساد مختلفة. يشار إلى أن الشهور الأخيرة تميزت بمتابعة عدد مهم من المنتخبين، منهم من زج به في السجن ومنهم من ينتظر دوره، حيث اعتبر ذات النشطاء أن قضية إسكوبار الصحراء التي أسقطت حتى الآن ما لا يقل عن 20 شخصا أبرزهم رئيس جهة الشرق ورئيس الوداد هي الشجرة التي تخفي خلفها غابة موحشة من الفساد الذي أنهك البلاد والعباد. نفى القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة الأخبار التي تحدثت أخيرا عن تقديم الأمين العام لحزب الجرار عبد اللطيف وهبي لاستقالته للمكتب السياسي على خلفية الجدل الذي أثاره اعتقال كل من القيادي عبد النبي بعيو وسعيد الناصيري، فيما بات يعرف إعلاميا بملف إسكوبار الصحراء. ونفى نائب الأمين العام لحزب البام سمير جودار في تصريح تقديم وزير العدل في حكومة أخنوش والأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي لاستقالته من الأمانة العامة، مؤكدا لم نتوصل بأي استقالة، متسائلا كيف يمكن الحديث عن استقالة للأمين العام ونحن على بعد شهر من تنظيم المؤتمر الوطني الخامس المرتقب في فبراير المقبل. وتابع المتحدث أن الاجتماع الذي سيعقده المكتب السياسي اليوم الخميس سيخصص لمناقشة الأمور التنظيمية الداخلية الخاصة بالحزب، بالإضافة إلى نقطة التحضير للمؤتمر الوطني المقبل. وتعليقا على الجدل الذي رافق اعتقال القياديين بالحزب عبد النبي بعيو وسعيد الناصيري، قال كدار إن بلاغ المجلس الوطني كان واضحا وبعيد، والنصيرية مواطنان مغربيين يتمتعان بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وكان المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قد أصدر بلاغا بشأن متابعة العضوين في الحزب عبد النبي بعير وسعيد الناصيري على خلفية قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والتزوير وتبييض الأموال، معتبرا أن مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلون قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين. وشدد البلاغ والذي وقعته رئيس برلمان البام فاطمة الزهراء المنصوري أن مؤسسات الحزب استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها لم يصدر عنها صراحة أو ضمنية ما يسيء إلى مسار البحث أو يؤثر عليها، لتنافس ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون وسيادية هذا الأخير، كل ذلك إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤوليات. جردت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء البرلمانية سعيد الزايدي عن دائرة بن سليمان وعبد القادر البوصيري عن دائرة فاس الجنوبية من بصفتهما العضوية بمجلس النواب. وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارات العزل أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب. الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتخابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به. الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية الانتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه. ويتابع عبد القادر البوصيري في حالة الاعتقال الاحتياطي بعد متابعته بتهم تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتماء. وعقدت محكمة الاستئناف بفاس جلسة أمس الثلاثاء، وقررت تأخيرها إلى 23 من يناير 2024. وتتبع سعيد الزايدي البرلماني ورئيس جماعة واتش شباط السابق أمام غرفة الجنايات الاستئنافية قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهمة الابتزاز والارتشاء بعدما ضبط بحوزته مبلغ 400 ألف درهم ادعى مقاول تسليمه لها لمساعدته في مشروع عقاري، وهي التهم التي أدين عليها ابتدائيا بسنة نافذة.
أثار تنظيم ابنة نائبة عمدة مدينة سلا وليمة عزاء لقناعتها وفق التقاليد المغربية جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي. وظهرت الشابة المذكورة وهي تقيم مأدبة عزاء لخطتها التي نفقت بحضور آئمة يرددون الدعوات للقطة. وتناقل الفيسبوكيين على نطاق واسع مقطع الفيديو الذي تم تصويره خلال هذه الوليمة من داخل منزل ابنة المسؤولة بجماعة سلام. ومن جانب آخر دفع رواد آخرون لمنصات التواصل الاجتماعي على هذه الوليمة التي اعتبروها عربون وفاء للقطة التي تعتبر حيوانا أليفا يعيش مع الإنسان داخل بيته ومنزله. وإلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي هذه النشرة الإخبارية، فلا تبخل علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بجديد أخبار المغرب، وندعوكم في النشرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.